السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي وحبايبي، صباح الفل او مساء الفل حسب التوقيت اللي بتشوف فيه الفيديو. بص يا صديقي، انا النهارده هنا معاك عشان اشرح لك ازاي هنرمل وش التسقيط من على مركب في البحر باسهل وابسط طريقة. صدقني يا صديقي الطريقة اللي انا بشرح لك بيها هنا في القناة دي انا محدش علمها لي. انا كنت بطلع رحلات صيد فاشله واقعد جنب الصيادين الكبار اتفرج عليهم بنظري هم بيعملوا ايه لحد ما اكتسبت الخبره واتعلمتها، وانا جاي اشرحها لك بابسط واسهل طريقه واعلمك يا اخويا ازاي تمشي من البيت وانت مجهز عدتك كامله. بص يا اخويا وحبيبي، مبدئيا وانت طالع رحله تسقيط العود اللي هينفع تاخده معاك هيكون من اول متر 50 لحد 2 متر و10، وده اخرنا في طول العود المناسب يعني. هنا بقى هنبتدي نشرح احنا ازاي هنعمل عده التسقيط. مبدئيا الخيط اللي طالع هنا من المكنه ده مقاس 40، فمش هيبقى واضح معاك في الكاميرا على ما اظن يعني، او واضح مش عارف، بس مش هيبقى واضح قوي يعني. فانا هحاول ان انا اشرح لك على خيط اكبر شويه اللي هو خيط مقاس 70 بتاعنا، ازاي هنربط الرصاصه اولا اخر حاجه من تحت في المكنه. هنعدي الخيط بالمنظر ده من الرصاصه، بعد كده هنعدي الخيط مرة كمان، وهنعدي الخيط آخر مرة. الدايرة اللي طالعة الأخرانية دي احنا نقدر نلف فيها الخيط مرة 2 3 وبعد كده نشد، وبعد كده نقدر نعمل بقى حاجة أخيرة للتأكيد إن الرصاصة تبقى ماسكة كويس جدا من كل النواحي. هنروح عاملين هنا كده حلقة ونعدي منها الخيط ونشد كده، الخيط بقى جاهز معانا تماما والرصاصة ماسكة زي الحديد. هنقص الزيادة بقت بالمنظر ده ماسكه زي الحديد. ماشي. طب الخطوه اللي بعد كده يا عم محمد؟ حاضر يا كبير. هنيجي هنا هنعمل هنا عقده صغيره جدا، يعني مثلا قد تكون 2 سنتي مثلا طول العقده اللي احنا عايزينها اهي. شد كده، ادي العقده اللي انا عايزها، عقده صغيره جدا. نقدر بقى نعمل من العقده دي ادي مره، ادي يعني 1 2 هشتغل بكام رصاصه؟ 3 5 براحتنا، محدش بص حسب برضو الطريقة اللي هتشتغل معاك. يعني انا اول ما نزلت على المية جربت ان انا احط 5 اسلحة او 5 سنون او 5 هوكات، اشتغلت معايا ال5 هوكات، طب تمام. جربتش ومفيش، اخليهم 4 اخليهم 3 اخليهم، بس هو مش هيبقى اقل من 3 يعني ان شاء الله، مش هيبقى 2. المهم واضحة كده الفكرة اللي انا قلتها؟ تمام. هنيجي يا صديقي لمرحلة السنون او الهوك او السلاح زي ما بتسموه. عادة المراكبي او الريس اللي هيبقى معاك هيقولك استخدم سن صغير، هيبقى 5 6 7 على حسب برضو هو أدرى بالمية اللي هو بينزل عليها. أنا لما باجي طالع بستخدم سن 5 زي كده، أتمنى يكون واضح عندك في الكاميرا. تمام. طب هنرمله ازاي يا عم محمد؟ خليك معايا يا اخويا وانا هقولك. هنجيب خيط برضو كبير سنة بحيث ان هو يبقى واضح طريقة الترميل معاك في الايه،
في التصوير او في الكاميرا. هناخد منها قيمة شبر 2 او مثلا 3 اشبار يا سيدي، وهنقص بالمنظر ده، وهنمسك السن او الهوك او السلاح بتاعنا بالمنظر ده قصاد الخيط، وهنيجي من ورا من هنا هنروح عاملين الدايرة بتاعتنا اللي هنرمل منها، وهنيجي هنا هنمسك النص الدايرة اللي قصاد السلاح بالمنظر ده، نروح لافين ادي مرة 2 3 4 5 يا عم وليكن 6، وهنمسك الخيط بالمنظر ده هنشده كده لحد ما بقت معانا بالمنظر ده. هنرجع السلاح بتاعنا على اول المعلقة بالمنظر ده، وهنيجي هنا على الزيادة هنشيلها ملهاش لازمة. طيب هنيجي من الناحية التانية من هنا، فاكرين العقدة اللي احنا عملناها في اول الفيديو؟ هنعمل نفس العقدة كده بالمنظر ده، لحد ما يبقى السن جاهز معاك بالمنظر ده اخويا وحبيبي. ادي السن، عايزك تجهز منه بقى ايه 20 سن. طيب يا عم محمد ادينا جهزنا سن و2 و23 زي ما انت قلت لنا عشان نطلع بيه رحلة الصيد. ايه الخطوة اللي بعد كده؟ جاي لك في الكلام اهو يا حبيب اخوك. ادي العقدة اللي طالعة من السنارة، اتمنى تكون واضحة عندك في الايه في التصوير، وادي السن اللي احنا جهزناه بنفس المنظر. هنيجي هنا هندخل العقدة جوه العقدة اللي طالعة منين؟ من السنارة، وهنعدي منها السن بالمنظر ده ونشد. نشد لحد ما تبقى معانا بالمنظر ده. طب التانية والتانية والتالتة والخامسة هكذا. وانا هفترض معاك دلوقتي الاسوأ. ايه هو الاسوأ يا عم محمد؟ جاي لك في الكلام يا قلب اخوك. واحنا بنصطاد دلوقتي السنارة دي مسكت مننا كده في وعر واتقطعت بالمنظر ده، خلاص اتقطعت ضاعت. نعمل ايه؟ هنشد كده هنمشيها كده بالمنظر ده، وهنجيب سن كمان من ال20 اللي احنا كنا مرملينهم من غير ما نعطل، غير ثواني معدودة. مش لسه بقى هقعد اعمل سن وانا عم اركب، لا اهو هجيب سن من اللي انا كنت مرملهم في البيت وهركبه بالمنظر ده اخويا وحبيبي. وكده انت جاهز وما فيش اي مجال ان انت تعطل وانت في الرحلة اخويا وحبيبي. وبعدين يا اخواتي اي حد محتاج اي حاجه او اي طريقه بالنسبه للموضوع بتاع الصيد او الترميل او اكتبوا لي في الكومنتات، وانا باذن الله باذن واحد احد هعملها لكم وهرد عليكم في فيديو، يا اما هرد عليكم في الكومنت بكل حاجه. اخواتي وحبايبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس انفعهم الى الناس. ما تنساش يا اخويا وحبيبي لو عجبك المحتوى تدعمني بلايك رايق زي كده رايق، وتعمل سبسكرايب للقناه عشان تتابع معانا كل جديد. شكرا.